نعيش أحيانا لحظات من الشرود التقييمي للنفس والمحاكمة المشروعة، وفي الغالب لا نقسو على أنفسنا كوننا المقيمين والقضاة المصدرين للحكم في نفس الوقت. لهذا نحن بحاجة إلى صدق مع النفس وصراحة مع الضمير. شعب ظل يعاني الفقر والجوع والخضوع من شخوص غاياتها وأولوياتها مصالحها الشخصية وجمع الأموال بشتى الطرق والوسائل وبلا رجوع. كان الذي يشغل تفكيرهم دائما الثروات والمكاسب، التشريفات والمناقب، بعيدا عن خدمة الشعب واعتناق حسن المآرب. ما نعيشه اليوم صراع من أجل الأطماع، تبعاتها حولت الأرض الخضراء إلى جرداء، والمباني الشاهقة إلى أحطام متهالكة، وأرواح الأبرياء إلى أشلاء متناثرة. أهذه السياسة؟ لا، بل هي الخساسة. مجموعة من الأشخاص أصحاب السياسات القذرة من اعتادوا التلدد بنتاجات الشعب ومص دمائهم بطريقة التخدير الممنهج والتعتيم المؤجج. أطماعهم بلغت عنان السماء، فلم يكتفوا بما تقاسموا، وظل كل منهم ينظر لما بحوزة الثاني عله يمتلك تلك الغنائم والمساوي على سبيل تحقيق الأماني، مع أنها في الأساس ليست من حقهم نهائي. وقعوا في شباك بعضهم فتعارضت الأسامي، فاعتمدوا تهميش الشعب وحل ألغاز الأحاجي، متناسين أنهم وجدوا في مواقعهم لخدمة الشعب ومنعه أن ينادي. نشبت الحرب بينهم على المستوى الهادي، ثم طوروها إلى الصعيد الإعلامي لتتصاعد وتقصف المباني. هذا هو الصراع من أجل الأطماع، فلتعلم يا من تعاني. ما دمر اليوم على خلفية المعتقدات الطائفية والتوجهات الدينية والسياسات المغلوطة والأحزاب والولاءات من خسائر فادحة بشرية منها ومعنوية. كم برأيكم تحتاج من الوقت لتعوض هذه الخسائر؟ هل ستعوض فعلا؟ هناك أرواح أزهقت دون وجه حق فقط لأنها كانت متواجدة في ظل صراع من أجل الأطماع. وأنت يا موالي، ألا تعلم أنك ترتكب أبشع الجرائم دون أن تبالي؟ أم أنك اعتدت على أكل لحوم البراري ورؤية دماء الأهالي؟ عاقبك الله أشد العقاب. ببساطة وبسلاسة ممكن ألخص الصراع من أجل الأطماع في الآتي: إذا أملك القوة أنسى عقلي، إذا أملك المال أستعبد أهلي، وإذا شيبت أكره همة الشباب، وإذا هم مني أنسى اللي وراء الأبواب. وقت الخطر أدفع غيري للنار، لا أقنع ولا أشبع كيف ما صار. أريد الأرض، كل الأرض ملكي، ولن يكفيني منها بضعة أشبار. هذا هو الصراع من أجل الأطماع. وإذا الشعب أحب أن يرد على هؤلاء المتخبطين والمتعجرفين، فليسمح لي الشعب أن يكون الرد لكل طاغي مراوغ وفاسد ملاوع وظالم لا يأبه سوى بنفسه وطرقه الالتوائية في اضطهاد الشعب. أهمس لك في إذنك يا من تعتبر أن لا أحد مثلك، يمهلك ربي بس لا ما يهملك، وكل ظالم له نهاية، فلتتذكر وتتأكد يا ظالم ما أقساك، لن تنفعك دنياك ولن يقف أحد معاك. جيت لوحدك ترجع وحدك، رب التراب إيش نساك. هذا كلام يهمك، مش بالضرورة يلدك، لكن ممكن يلمك. هناك تجمعات وكيانات ومجالس ظهرت واستحدثت. هل مصلحة الشعب من اختصاصها وفي مقدمة أولوياتها، أم أن عدسات الكاميرات من اختصاصاتها لتغطي عن إخفاقاتها؟ مع أن نوايانا حسنة لبعضها، تعددت الأسماء والهدف واحد، لكن لما لا نكون بالفعل واحد، خاصة وأننا في مرحلة لا تتطلب من يعاند ومن يغني على ليلاه في اتجاه محايد. فلنصحو جميعا ونؤمن أننا في مجتمع
ووطن واحد. دعوة مني للسلام. خلص الكلام.